أنا اتطلقت لأن الحرامي دخل عليا الحمام وزنقني فيه. أيوة، ده اللي حصل بالظبط. اسمحولي أحكي لكم الحكاية كاملة من الأول. أنا اسمي هدير، عندي 45 سنة. فضلت متجوزة تقريبا 21 سنة كاملة. أيوة، اتجوزت وأنا لسه بخيري، كان عندي 24 سنة. خالد طليقي راجل محترم قوي، كان أكبر مني ب3 سنين. اتجوزنا جواز صالونات. مامته مدرسة كانت، وخالتي كانت من صحباتها في المدرسة، رشحتني ليها، وهي شافتني وعجبتها، وبعدين خالد شافني وعجبته. يعني جواز تقليدي عادي جدا. خطوبتنا كانت عادية برضو. أنا ما كنتش عارفة والله إذا كنت بحب خالد أو لأ أصلا. هو كل اللي عارفاه وما كنتش بفكر في غيره إنه ده جوزي وده الجواز. أنا خلفت من خالد عمرو ومراد ومريم ورضوى، ولدين وبنتين. الحمد لله. حياتي كانت الروتين التقليدي بتاع كل الناس. خالد في شغله وأنا في شغلي، نرجع ناكل، نقول أي كلمتين، ندخل ننام، واليوم يتعاد. لحد ما جه العيال وابتدى الموضوع يبقى أصعب. بقيت مضطرة إني أنام أقل، وأسمع كلمة ماما في الثانية 3 مليون مرة، ونسيت حقي كإنسانة في أي حاجة. يعني حتى الحمام أنا ماليش مساحة فيه. أنا ممكن في الحمام كنت ألاقي عيل داخل عادي جدا، ماما عايز كذا. فقدت إنسانيتي، والمفروض إني أنظف البيت ورا الكائنات المخربة اللي عايشة معايا. العيال دي مدمرة، مش كائنات عادية، عندهم قدرة رهيبة على إنهم يبوظوا كل حاجة. وأنا لقيت نفسي زي الطور في ساقية، وحتى إني أحس إني ست أو ليا قيمة، خالد ما بقاش يحسسني بده. أو يمكن هو من الأول كده، بس أنا في الأول ما كنتش محتاجة زي دلوقتي. دلوقتي أنا حاسة إني رهينة مسجونة. العيال دي سرقت عمري، ومرت السنين سنة ورا سنة، وأنا شايلة اللي يتعب وشايلة الطلبات، ونسيت أساساً إني إنسانة، ونسيت إني أنثى. والعيال كبرت، والحمد لله خالد برضو ناجح في شغله وربنا فتح عليه. وأنا كمان سبت الشغل، ما كانش فيه أي حل تاني. وجبنا بدل الشقة 2 و3، وربنا فتح علينا الحمد لله. وكانت شقتي القديمة، الشقة اللي اتجوزت فيها خالد، المكان اللي بحب أفصل فيه. معرفش، مع إني ما كانش فيه ذكريات مع خالد رومانسية، بس كنت بحب قوي أجي هنا. وأنا كنت بحس بالمتعة وأنا في الشقة لوحدي، وكنت بقلع كل هدومي من أول لحظة أدخل فيها الشقة. كنت بحس نفسي فراشة طايرة بحريتي. وفاكرة اليوم ده كويس. قلت لخالد إني رايحة أقعد في الشقة، وهو ابتسم وقال لي تمام. رحت ودخلت. كانت الشقة عادية، مفيش أي شيء ملفت للنظر. قلعت كالعادة كل هدومي وفضلت ألعب أو أرقص. كنت حاسة إن جسمي بيتنفس، إني حرة. ودخلت فتحت السخان علشان أجهز لنفسي مية علشان آخد دش. وكنت بلف في الشقة وأنا فرحانة قوي، ورمية هدومي في كل حتة، ومستمتعة باللحظة. دخلت أقف تحت الدش، أستمتع بالمية ومش حاسة بالدنيا حواليا أصلا. كان في شوية كركبة حسيت بيهم، بس قلت على السلم، وما كنتش عايزة أفكر حتى إن ده ممكن يكون في الشقة. وكعادة فيا إني لما بستحمى بكون مدية ظهري للباب، وكنت بتليف. وفجأة لقيت حد بيشدني وبيكتم نفسي، وبيلف إيده على رقبتي وبيجرني ويقف ورايا. أنا مرعوبة من شدة الخضة، مش عارفة أعمل إيه. جسمي كله كان سايب. فجأة لقيت ناس بتكسر الباب بتاع الشقة، لقيت ناس على باب الحمام. أنا بحاول أستوعب إيه اللي بيحصل. هم بيتكلموا مع الحرامي اللي بيرد عليهم، ورقبتي في إيده، وأنا عريانة بالكامل كل ده، وهموت من الرعب والكسوف وكل حاجة ممكن تتخيلوها. أنا من شدة الموقف مخي وقف عن الاستيعاب، علشان فعلا لو كنت استوعبت في لحظتها
كنت هموت. والمشكلة إن الحرامي مش راضي يطلع وبيهددهم بيا، وهم عايزين يمطلوه علشان الشرطة تيجي. وأنا جسمي فعلا اتنهش وكرامتي في الأرض ووضع زبالة حرفيا. طبعا اتصلوا بالبيه طليقي. الراجل يشكر جه. مسافة ما وصل وشافني أنا عيني وقعت عليه. قلت في حد أمان جه، في حد هيخلوهم يلبسوني. كنت منتظرة أي شيء منه، لكن اللي قاله كان أكبر صدمة حصلت لي. انتي طالق 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 بالتلاتة. والله أقول لكم إن الحرامي اتعاطف معايا وشتمه، مش هعبر والله عن حاجة غير كده. الراجل الحرامي شتمه، اللي هو انت شايف مراتك في الحالة دي وكل اللي همك بعد سنين الجواز دي منظرك ايه بعد ما الناس كلها شافت لحم مراتك؟ أنا اتطلقت وهو ما حاولش حتى يعتذر أو يرجعني. واللي اتدخل قال ايه؟ البيه قال إنه أنا مش لازماه ومش هيقدر يخليني على ذمته، وإني أنا السبب في اللي حصل لي. تخيلوا، لأني ببساطة رحت الشقة القديمة وحدي وقلعت كل هدومي وأنا لوحدي. رغم إنه الحرامي حطني في موقف وحش جدا، بس أقول لكم حاجة، بعد ما جه طليقي ومشي بالمنظر الوسخ ده أدركت إنه الحرامي كان أرجل وأحن منه. على فكرة طول الوقت كان بيوقفني بزاوية علشان يستر جزء مني. ما كانش متاح إنه يخليني ألبس علشان هو بيحمي نفسه بوجودي، بس على الأقل فكر في ستري في موقف برضه صعب بالنسبة له. لكن جوزي اللي جه علشان بس يطلقني، ده اللي ما قدرتش أستوعبه. حسيت إن سنين عمري اللي عشتها معاه راحت. حسيت إني ندمانة إن في شيء يربطني بيه، ندمانة إني خلفت منه أصلاً، ندمانة على كل مرة كنت شايفاه فيها راجل. انتوا مش متخيلين أنا بكرهه قد إيه. طليقي اللي ما قدرش يفهم ولا يقدر يعني إيه يحترم حتى العشرة بينا، قال أنا أضمن منين إنه الراجل ده حرامي وإنه ما كانش معاها أساساً في الشقة وبيترافقوا. الشقة دي كانت مقفولة على طول وهي كانت بتيجي لوحدها. انتوا متخيلين إنه بدل ما يحتقر نفسه ابتدي يرمي عليا وابتدي يقول للعيال هترضوا إنكم تتعاملوا معاها بعد ما كل الناس شافت لحمها عريان؟ وقوم عيالي عليا، وفي 2 منهم الرباية والتعب والشقة اللي شقيتوا عليهم ما تمروش فيهم. هي دي حكايتي. أنا الست اللي جوزها طلقها علشان حرامي دخل عليها وهي بتستحمى في الحمام وشاف إنها مذنبة وتستاهل تتعاقب.